شكرا لك كثير. شو وين المحامي؟ شوفي أبي، السيد واصل طلب ايد ريم على سنة الله ورسوله، وقال رح ينفذ كل طلباتنا ورح يعمل لها عرس مطمطم. اصحى، هي لعبة مشان تسقطوا حقكم. بس الزلمة قال ما في ضرورة لإسقاط الحق، مجرد عقد الزواج بيتركوا سراح الصبي، والموضوع بضل معلق بالمحاكم 5 سنوات، يعني ما بيقدر يطلق لبعد 5 سنين، وكمان لازم يكون في قناعة للقاضي للطلاق. لك يا جماعة صدقوني هي لعبة، وبس يصير ابنه برا بيحكي له مع كم مسؤول وبينهي القصة. علام لازم يضل بالسجن. شايفك عم تحكي وكأنه عدوك. لا والله، بس يعني علام لازم يتعاقب حتى لو كان ابن اختي. اعراض الناس ما لها لعبة يا ابو فيصل. بس رح يصير جوزها، والزلمة حط لي رقبته مداس، يعني ما عاد في ضرورة للمشاكل. هلا بجيب المحامين بابا، وبيجي الصبي بقرب الزواج وبيطلقوا سراح. ماشي؟ ماشي. شو ماشي؟ دايري عاوزتك بكلمتين. لا ما في ضرورة يا مدام، لأنه مشاكلنا صارت عائلية ونحن بنحلها. انتوا بتحلوها؟ ايه نحن بنحلها. بعدين تفهمت أنا وبالصبي ومشي الحال. يعني انتوا ما عدتوا معتازيني؟ ما لا عفوا، أنا ما قصدت هيك، بس يعني الحمد لله مشي الحال وتفهمت أنا وبالصبي. إيه لا وميت لا كمان. شو هي لا وميت لا كمان؟ ما حذرتي والله يا ست ريم، بدك تمشي معي وهلا؟ لا أكيد ما رح تروح معك هلا. لا بدها تحكي ورجلها فوق رقبتها، لأنه إذا ما حكيت بتعرف إنه بتفضح كل شيء. فيصل، روح سلم على الأستاذ واصل وقول له مبروك، سمعها مني ولازم يسمعها منك، وموافقتك ضرورية هذه. دقيقة أبي، مو لنفهم بالأول ليش الخانم عم تهدد؟ يا أبي روح واترك لي إياها. أبي بدي أعرف شو فيه، شو بتعرف عنا لحتى عم تحكي عنا بهالطريقة؟ أبي أنا وعدته للزلمة، روح ولا تكسر لي كلمة. ماشي. أنا خليته يروح حتى ما يصير مشكلة. بدي أحكي مع ريم لحالنا. شو؟ بدك تهدديها بدكتور الإجهاض؟ عندي خبر، بعرف علاقتهم من زمان، بس رح يصير جوزها، يعني خلص ما عاد في مشكلة، إلا إذا عندك شيء تاني تهدديها فيه. بنتك عاملة علاقة مع الشاب من 5 أشهر، وعاملة عملية إجهاض. ولك انت شو عم تحكي؟ واللي صار كله تمثيلية من خالته. لك يا فضيحتنا قدام الناس. أنا لا فضيحة ولا شيء. بعدين أبو الصبي كتب لي كلمة وخلاني أفكر كثير وأهدى كثير. قال لي إنك أنت ما عرفت تربي، وهو ما عرف يربي ابنه. كتب لي إن بنتك طلعت عاقلة وابنه طلع عاطل، فاتركهم يربوا بعض. يلا أنا سابقكم على مكتب المحكمة الشرعية. لك امشي